بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم بريوش، يعني ساهل ماهل، مكونات بسيطة جدا، يعني كلها متواجدة في الدار، يعني ما غاديش تخليكم تخرجوا لبرا وتشريو كل شيء، يعني مكونات سهلة بزاف. نتمنى ان شاء الله الاخوات تعجبكم وتكون يعني في حسن الظن ونلقى منكم شي تعليقات ان شاء الله زوينين. المهم البريوش اخواتها هي يعني بمكونات بسيطه جدا. معكم وحده تشوفوا الاخوات، يعني بسيطه بزاف. كتجي هشيشه، هاي الاخوات شوف كتجي اسفنجيه يعني بلا هي ديك الشكلاط اللي كيكون فيها الداخل، يعني كتجي في قمه الروعه. راه مازال سخونه. نتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوها وتردوا عليا دائما كالعاده في التعاليق الزوينه. اذا اخواتي الى المقادير. غادي نهضر ونخدم في نفس الوقت. يعني عندنا كاس تاع الماء دافي، عندنا كاس الحليب، ربع كاس ديال الزيت، يعني نخدموا كلشي في مره. هنا عندنا حبه ديال الحامض غير القشور محكوك، عندنا معلقه كبيره ديال خميره الخبز، عندنا شويه ديال الملح يعني على حسب الاخر الذوق، وهنايا عندنا 2 معالق ديال العسل او تعوضوها بالسكر. اخوات هذه الطريقه اللي شفتها عجبتني وبغيت نتقاسمها معكم. اذا نخلطوا كلشي، من بعد نضيف طحين شويه بشويه. هي نورمالمون غتدخل لكم نص كيلو، ولكن نتوما خدموا. شوفوا الاخوات، ندير واحد الخميره كبيره ديال خميره الحلوه، متنساوش. العجينه خصها تجي خفيفه. نزيدو شويه تاع الدقيق يعني غير بشويه. بغيتو ديروها في مول دائري او مستطيل او داكشي كيبقى لكم الاخوات اختياري، داكشي كيبقى لكم اللي موجود عندكم في الدار. هكا تجي العجينه الاخوات. من بعد معلقه ديال الزبده ماشي مذوبه، هكا نضيفوها للعجين ونخلطو مزيان. هي الاخوات العجينه نجيب هذا القوام، العجينه مرخوفه. غادي نغطيوها بالسلوفان ونزيدو عليها شي فوطه ونخليوها حتى تخمر مليح ونخدمو. نقطعوا الاخوات ملي تخمر العجينه، نقطعوها هكا كويرات كيما ندير انايا ملي كنت بديت نخدم. الاول دهنوا المول بالزبده كالعاده ورشوه بالدقيق. رفدوا واحد المورسو ديال الشوكولات، انا عندي هذه غير تاع المربعات قطعتها هكا. اللي عندها بيبيتو شوكولا دير، واللي ما عندهاش ديك تاع الدهن، واللي ما عندهاش ما ديرش كاع، يعني ماشي ضروريه. اخوات هذه الطريقه اللي شفتها درتها واحد الاخت وراني نديرها حتى انايا، سيتها وعجبتني وراني نسيها معكم. والمول عندكم ميزانكم، شوفوا اللي قدكم ديروه. الا بغيتو ديروا حتى 2 تاع ليمون ديروا. هكذا الاخوات نستمروا على هذه الطريقه. نقادو العجينه ومن بعد نديروا هاد الاطراف تاع الشوكولاته هاهو صافي ونحطو في المول حتى نساليو ونرجع عندكم اخواتي. ها هو الاخوات من نخليو غير واحد شويه يرتاحوا
وندهنوهم بالصفار البيض. كان عندكم داك الجنجان الابيض رشوا به، ما كانش انا عندي هنايا كاوكاو افيلي هكا. نديرو غير كاوكاو. المهم اخوه ديما كنقول لكم التزيين تاع البريوش كيبقى لكم ليكم الاختيار، يعني زوقوا باش ما بغيتو عاودة بيبيتو شوكولاته هي ديروها من فوق، يعني كل اخت شنو تبغي وشنو متوفر لها في الدار دير الاخوات بلا ما تكلفوا نفسكم وبلا ما تقولوا. المهم هذا البريوش راه كيجي زوين، انا ديجا قلتها لكم وغادي نعاودها. انا غير شفتها عند واحد الاخت داتها عجبتني وسيتها وبغيت نديرها معاكم. صافي الاخوات هكا. اللي بغات تزيد شويه جنجلان مثلا غير للتزيين، انا ما عنديش الجنجان بيض، عندي غير الصفر، يعني غير شويه تاع شويه منظر هكا كيجي منظر زويون. يعني كيعطي واحد الطعم كيعطي زوين، يعني كاوكاو مع الجنجلان كيجي زوين. ولا عندها بيبيتو شوكولا ترشها هكا في الكوتي في الجناب. صافي اخواتي هكا غادي نفحى الطيب ومن بعد نوريكم الطبق النهائي.